ما اعتقدش في حد في الاهلي ممكن، يعني ديانج ما اعتقدش ان هو مكانه يقدر يعمل باي دور من الثلاثه. ديانج عايز طريقه لعب معينه بفرق معينه. الماتشات اللي هي زي ماتشات بورتو دي، الزمالك لما نزل الماتش مفتوح انا بقول لك والفرق ديانج والماتشات فعلاً والكره صد رده. بيعتمد عليه يا زيزو، ديانج بيعتمد عليه دايما لما الاهلي عايز يحافظ على النتيجه، متقدم انزل ديانج عشان يقفل. انا حاسس ان في حد ماسك حاجه زله على ديانج. يعني انت مش هتلعب، في نفس الوقت هو ما بيشتكيش النادي الاهلي كاي لعيب محترف مثلا، وفي نفس الوقت انت مرجعه على كاس العالم للانديه، ما شاركش برضه في كاس العالم للانديه، مع ان انا شايف ان اللعيب بدني الله اكبر يعني فعلا غول، بس ما فيش اي وجود ليه في الملعب. انت النهارده بتتكلم ان امام عاشور مش موجود، ايا كان بقى البوزيشن اللي بيلعبه، بس برضه ما بتروحش لديانج غير لما الواد ده عن كوره. انت شفت مثلا ماتش الزمالك والاهلي اللي فات، بمجرد ما نزل اخذ الكرة وفضل يمشي ومحدش قدر يوقفه. ده راح الماتشات لحد اللي هو بقولك عبد فيها. الرحمن قال حته دي الماتشات هي اللي هو ديانج بيبقى حلو. بيلعب لا في هو ماتشات مش معينة. الماتشات، هو الأهلي لعيب عنده كان بيلعب الجول اللي متخيل. بيزيد فيها. الاهلي امتى بيلعب الجيم ده؟ الجيم اللي هو ان انت الفرقه كلها الهجوم قدام، وانت في لعيب بيستلم في نص الملعب قدامه 2 مدافعين او 3 واقفين ورا، والمساحه الملعب كلها. الاهلي بيلعب الجيم ده امتى؟ الاهلي بيلعبوا الجيم ده مره او مرتين في الدوري المصري تقريبا، اللي هو ماتشات الزمالك وبيراميدز، وممكن برضو ماتشات افريقيا. مش كل الفرق كمان حتى لو على ارضها بتفتح الجيم قدام الاهلي. فهو ديانج هيلعب فين؟ مش هتقدر تستغله غير في ماتشين. هجيب لعيب اجنبي عشان استغله في ماتشين ثلاثه او في ظروف ماتشات معينه. انا عايز لعيب يلعب معايا الماتشات كلها. مروان عطيه يلعب اي ماتش، اي جيم مروان عطيه يلعبه.